البنات جبت لكم واحد الوصفة طبيعية خطيرة في التفتيح وتنعيم البشرة من أول استعمال. غادي نطبقها معكم دابا على وجهي باش تشوفوا النتيجة بلا فلتر بلا زواق بلا حتى شي حاجة. المهم نديكم باش تشوفوا المكونات اللي عندي في الوصفة. عندي هنايا حليب بودرة والماء ديال الورد وزيت اللوز الحلو وزرعة الكتان مطحونة وإناء فين غادي نديرو هادشي كامل في طبيعة الحال. يلا بسم الله. عندي هنايا معلقة زيت الكتان صغيرة، معلقة ديال حليب بودرة نيدو واعر بزاف في التبييض. نخلطو داكشي مع بعضياتو ومن بعد غادي نزيد معلقة صغيرة ديال زيت اللوز الحلو اللي واعر في الترطيب وفي التبييض. ومن بعد غادي نجمعو المكونات كاملين بماء ديال الورد. كيف ما كتشوفوا غادي نطبقها قدامكم. راه هاد الوصفه زوينه بزاف، زرعه الكتان هي سر الجمال ديال الكوريين، وكذلك زيت اللوز الحلو الحليب بودران وداك عفوا الورد. ماء الورد واعر بزاف والله البشره، صدقوني غير جربوها، خصوصا الناس اللي عندهم البشره شاحبه وما فيهاش النضاره ما فيهاش الكولاجين، خصوصا في هاد الشتا هادي. الا كانت عندك البشره جافه ديري هاد الماسك يوم يوم لا، غادي تعطيك واحد التغذيه للبشره ديالك وغادي تستغني على الكريمات الغاليين ودا التخربيق كامل اللي ما منه فايده وكيضرب البشره. الحاجه الطبيعيه ما كاينش بحالها. المهم كتخلي هاد الماسك لمده نص ساعه حتى كينشف كما كتشوفوا معايا نشف. غسلي وجهك بالماء دافي ومن بعد ماء بارد. انتما كتشوفوا كيعطي النتيجه من اول استعمال، وجهك كيتنور كتولي واحد النضاره ما تنساو.